المتعذذ بحذة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعذذ بحذة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعذذ بمذذة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعذذ بمذذة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعذذ بمذذة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعذذ بعزة الرحيم الحمد لله الذي قد ستر بفضله محائبي عن الورى حتى يظن أنني ذو ديني وعظموا شهني كل حين مع أنني أقبح من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم ثم السلامان بلا انتهاء على الكريم صاحب الحياء محمد بالخلق العظيم والآل والصحب ذوي التسليم هذا وقصد اليوم حمد الله وشكره جل بلا تناهي هو الإله الخالق الرحمن وهو رئيم الملك الديان هو السلام المؤمن القدوس هو المحيمن لعن النفوس هو العزيز وهو الجبار والمتكبر هو الغفار والمبدئ المصور العليم البارئ القهار والحكيم هو المعز والمذل والسميع هو اللطيف الحكم العدل البديع والرافع الودود والقافض والباثت المجيد والقابض وهو الرقيب والمجيب الواسع والباعث القيوم والنافع وهو القوي والمتين والجليل وهو الولي والعفو والوكيل والواحد المحيي المميت الحي والمتوالي البر والغني والأحد الفرد هو المقدم هو الموقر هو المنتقم وذائر الرزاق والوهاب والباطن الفتاح والفتواب وهو ذو الجلال والإكرام ومالك الملك على الدوام وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد والقادر المقتدر الوالي الرشيد وهو الكبير والحفيظ والغفور وهو المقيت والحكيم والشكور والوارث والبصير وهو المانح والدار والعظيم وهو الجامع وهو المغيث الحق والمعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو في الدارين يرجى خيره فلا إله في الوجود غيره يا سيدي أنا الفقير الغني وإنني العبد الحقير الجاني يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني أنا اللئيم البيض المسكين أنا الدقيق الجاهل المدين أنا الكسول العاجز الطئيم أنا البليد المجرم المليم أنا
أقول وأنا البطال فإنني النائم والقوال وإنني الحريص ذو الحنفات وإنني الصهلوك ذو الحاجات أنا الذي ما زلت ذا عصياني وغفلة في كل ما أحياني أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة لدى الرياء أنا الذي قد عاقني المنام أن يرى دهرا لي المقام أنا الذي قد آقني الذنب المليم عن المراتب الذي كنت أروم أنا الذي قد هاقني اليوم هواه النيل ما قد ناله أهل الكمال أنا الذي قد آقني اليوم هواه النيل ما كل من صالح تواه أنا الذي قد آقني اليوم هواه النيل ما كل من صالح تواه أنا الذي قد آقني قيل وقال النيل ما قد ناله أهل الكمال أنا الذي آكل لحم الغيرين ولم أكن مقدرا للغير أقتلهم المقدر المضالي وقال لرد الهوى المقبول أن الظلوم المقدر الفضالي وقال لرد الهوى مقبول أنا الذي غفلت عما أمرا ربي به إذ غلب العين الكرام أنا الذي أرقد في الليالي بلا تنقل لوجه الوالي أنا الذي آكل في النهار بلا تنقل لوجه الباري أنا الذي لم أحفظ الجوارح أما نهى الحق فسرت جارحا أنا الذي لم أجتنب ملاما مفرطا يا حسرتي على ما لم لا أتوب لا نذل بجاري طالب غفران من الغفار لم لا أتوب لا نذل بجاري طالب غفران من الغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب علي ما لغات ما يرتجي ولا هناك ولا تواخذ عبدك اللئيما بلومي إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم علي قد أنعمت لا تهتك الستر الذي سترت ويبع به فيحوي المقتام واذنوا يا غدا ربك ما سترت فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فساد الدين واجعله من عذاب يامنون ولا يخافون ولا هم يحزنون ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنا وكل موقن وكل موقنا لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما ذكرت وفي القبيح عن الورى
شكر معاب بلا نهاية على ما وقف وصل يا ربنا وصل على الذي قد فاق كل من رمى محمد الواقي من الملامة من أبودادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأذى بالقضنا وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأذى بالقضنا حمدا لربي غافر الذنب لنا قابل توبنا للطف بنا حمدا لربي غافر الذنب لنا قابل توبنا للطف بنا حمدا لربي غافر الذنب لنا قابل توبنا للطف بنا ثم صلاة سلام مستقيم على الوسيلة شفيعنا الكريم محمد والآل والصحابة ما غفر الذنب الذي بنابا هذا وإن اليوم قد قدمت من كل ما جنيت مذ حقلت إذ رجل أمري في غيري داعت للجلال للخير وفرت للهوى وللشيطان والنفس والقلق أثيرا جاني فقلت تائما بلا تواني مبتغيا غفران ذي الغفران يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل توبنا واغفر لما مضيت بالرجلين واغفر لما نذرت بالعينين واغفر لما سمحت بالأذنين واغفر لما قتلت بالبطن وما بالبطن قد أتيت يا رب السماء واغفر لما قدمت بفضلك واغفر لما أخذت بمنك واغفر بجودك لما أسررت واغفر بلطفك لما أحلمت واغفر لما علمت يا ذا الكرم من الجناية وما لم أعلم واغفر لما مني علمت وحدك في غم أو في قتل بغفرك وآتني حسنة في الدنيا وفي غد ويسرا لسعيا ولا تواخذ عبدك الضعيفا بدفي إذ لم تزل لطيفا واغفر له واغفر لوالديه واغفر لكل من نبي إليه واغفر لشيخه وشيخ شيخه وطيق ذاك الشيخ ثم سيخه ولجميع المسلمين طرا والمسلمات لألم مجرا وسلم مع السلام قد كفى على كفيل الشفاء المصطفى والآل والأصحاب أهل الأوبي ما نال تائب قبول التوب يا ربنا صل صلاة هزمتي على الذي كليتي بإنمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به صحيب شكر راقيا يا رافعا ليس يزال باقيا وارفع حروفي والتبارك فيها إليك باديها ومقتفى
صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقد مددا صفيت قلبي مطلقا مسددا بك لساني ليقد مددا قد جوارحي إلى الأحمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنغل والأذكار والأحسان ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام الانتحاب لها على مسلم به في المنتحى سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وجل حروف هذه المقدمة مقبولة مسطورة مؤلمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة شهابي اجعلني سرورا ذاتنا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيت صل صلاة تجمع الخيرات مقلة دلائل الخيرات صل صلاة تجمع الخيرات مقلة دلائل الخيرات على الذي
بغير ما نقطته أوتانا ما سلام قد يؤيس سلام مني ومن درياتي يا معين على النبي ورسولي أحمد من بصوا إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابة يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منذلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان واتغد اليدر بأني رادي حمد حما عن جسدي أمرادي واشهد ليدر بأنك الأحب لي من سواك فالنبي بعد أحب وقبل الإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وأبتني فيما مدى من زمني مالي يديم بشري وأمني ولا منافقون أو أكبار تعديني الآمال منك سرمدا ومن نبيك رسول أحمد فلسرمدا مسلما على بالآل وثب وذبي ولا زد النبي ما يسر وما ينفع في وابن الأقومات عبد النبي مبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام عبد النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام وفي سواك لا أكون راكنا واجعل لي الدارين بالمختار كوني غائبا وذا اقتتار فيك به وارفع بي الإخوان والتقني الغرور والعصيان يا رب للشهد بردائي عنك ولا أذال نيات منك يا رب للشهد بردائي عنك ولا أذال نيات منك يا رب للشهد بردائي عنك ولا أذال نيات منك فصل سرمدا على المختار وآله وصحبه الأحيار وفي الدنيا الحلم مع العبادة بجاهه وأولني سعادة وخيرا لليوم عبدا يقدمه جناب والدارين يا
مقدم وثقت لي اليوم بتوبة نصوح وقر عيوبي والتجلي بالفتوح وابني العصمة في الدارين من المخالفة والآرين إنك يا ربي على ذاك قدير وإنني عبد ضعيف وحقير يا ربنا صل صلاة صفية على الذي بهجته قد بروت مع سلام طيب والآل وصحبه في الحال والمآل وطفني اليوم به عن القدر وعن جميع ما يغفو البصر وطفني اليوم به عن القدر وعن جميع ما يغفو البصر يا ربنا صل صلاة ترضي مع سلام بالمراضي يمضي على وسيلة ابن عبد الله والآل وصحبه بلا تناهي واجعل بجاه عظيم ذا الكتاب باب رضاء واعتراب وثواب واجعل بجاه عظيم ذا الكتاب باب رضاء واعتراب وثواب وصليا على وسيلة العرب محمد صليل عبد المطلب وصليا على وسيلة العرب محمد صليل عبد المطلب والآل والصحب وأبلي كوني عبدك قادما لو ذا عوني وثقلاتا بسلام دائم إلى وسيلتي سليل حاشم سيدنا محمد والآل وصحبه واذكر به فعالي وزدني العلم وقوتي طيبا وزدني السعي وزدني أدبا وضنني عن البلاء بالعافية واجعل صلاتي صالحات باقية واجعل كتابك معي حيث أرى وتقني بالبلايا والفراق واجعل منامي كالقيام أجرا وتقني دنيا وأخرى المكرا واجعل منامي كالقيام أجرا وتقني دنيا وأخرى المكرا واجعل فطوري بمثل الصيام وتقني باندفاع بحرام واكتبني اليوم بجاه عظيم حقيقة العبد وبترد الرجيم وصليا على الذي عبد مناف قد كان من جدوده الغر شراف سيدنا وسيلتي إليك محمد خير الورى لديك وآله وصحبه واقم لي من كل ما لم تدع وحطني وصلي الدهر يا ولي على رسول جد وقصي سيدنا محمد وسلم بالآل والصحب وكبر نعمي وصليا على الذي
الثواب سيدنا محمد نجل الكلاب وطل من عليه بالآل ما صحابي وقبلت والي في مها وطليا يا ربي ألف مرة على ابن عبد الله نجل مرة وطليا يا ربي ألف مرة على ابن عبد الله نجل مرة سيدنا محمد وسلم بآله وصحبه وكرم وصل أفضل صلاة ربي على ابن عبد الله نجل كم سيدنا محمد وسلم بآله وصحبه وعظم واجعلني اليوم بكفري تكرما واجذب إليك قلبي واجعل لي اليوم بكفري تكرما واجذب إليك قلبي وطلب تسليمي يا علي على نبي جدو لؤي سيدنا محمد وسلمي بآلي وصحبي وكرمي وليغبم بجاي ما أرتجي منك وعجل فرحي وفرجي صل صلاة بسلام دائبي على وسيلتي خليل غالبي سيدنا محمد والآل وصحبه وليرضوا أقتالي وتب علي اليوم واجعل يومي يوم طهارتي وعظيم قومي وتب علي اليوم واجعل يومي يوم طهارتي وعظيم قومي صل صلاة بسلام تجري على وسيلتي سليل بيري سيدنا صبينا محمد وآلي وصحبي وقلدي عبادتي بقمتي للموت وليجدوا بدرك كل فوتي عبادتي بقمتي للموت وليجدوا بدرك كل فوتي وفرق به بيني وبين من يهن واجمع به بيني وبين من يعين سلك وسلم سرمدا يا مالكي على وسيلتي سليل مالكي سيدنا قدوتنا محمد وآله وصحبه ومجدي وليجدوا بالترك الالتفات لما يوقني إلى وفاتي سلك وسلم كل دهري على وسيلتي سليل نظري
سيدنا حبيبنا محمدي وآله وصحبه والعبدي فقد الإمام اليوم للنجاة بالاستقامة بلا التفات فالعلا ذي العدل والأمانة وذيلتي من جده كنانا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي واتغد لي اليوم بالتوبة من جملة ذنبي واكفني ما سيعن سلم على من جده خزيمة خير ثلاث تحتوي غنيمة وآله وصحبه وسلمي والتقني ضرر كل نصمي سلم على وذيلتي ابن مدركة خير ثلاث قد تكف تهلكا مع سلام بجميع الآل وصحب والتقضي بكمالي سلم على من تبدو إلياس من بجميع الخلق لا يقاس وطبي وجنبني عن اللغاب وبرداء أقمني فلصلاتك على خير البشر سيدنا محمد النجم مدر ثم عليه سلما بالآلي وضعب والتصبح بأفعالي سلم بسلام جاري على العلي فقر بني نذاري سيدنا محمد بالآلي والذهب والتصبح بأحوالي صلاة بسلام لا تحد على وسيلتي أفضل مغد سيدنا محمد وأبليك باستقامة وقلد فضلي فلن على من تدعو أدناه وسيلتي إليك يا منان سيدنا محمد وسلمي بآله وصحبه وكرمي وليغب بجاه استقامة وغدمة والبسر في القيامة يا ربنا بجاهه يا ربنا هب لي كوني فانيا فيك به عبدا قديما سرمدا كسابي عبدا قديما سرمدا كصحبه وجن حياتي لك بالمختار في هذه الدار وتلك داري وظل يا رب صلاة تقبل بها صلاتي بصلاة يكمل على وسيلتي للآل وصحبه وللرجل سؤالي واجعل لي الدارين ذا نجاتي ولا سعادة ولا عبادي واغفر لوالدي والأرحمهما وجزي ما أني جزاء عظما
واغفر لكل مسلم ومسلمة واغفر عن الجميع كل مظلمة وزد صلاتك مع سلامه على النبي المجتبى الإمام وآله وصحبه والتقبل بجميع حسنات مسجلة وآله وصحبه والتقبل بجميع حسنات مسجلة اللهم اجعل كل حرف من هذا النظم كأحمل أحب عبادك إليك عندك أبدا آمين واجعلني من المتقين وانشر علي وبركات المتقين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ci borom Tuuba kay jërëjëf